ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وله فتاح على خزانة علمك السجاد، وهو يقال في الأصفاد بادي الضنا يشكو على عاري المطام، عض القيود ونهسة الأقتاد، ويصيح وذلا أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي، أين القروم وأين جدي حيدر؟ يرضى أمير المؤمنين أن تساق بناته. أين القلوم وأين جدي حيدر؟ مرد القرون وصارع الآساد، منهم خلت تلك الديار وبعدهم لعب الغراب، بفرقة وبعاد لم تجبه إلا زينب. كلما اشتكى الضيم كلما علته الهموم أجابته زينب فخففت آلامه. زينب تعاين وليها والأغلال برقبته، فوق ناقة مهزلة مقيد وتجري دمعته، ينظر لها ويجر النايم وهي تنظر وتنتحر، والحرم تخفي البكاء والنوح خوف من الضرب. نادت يا نور عيني ذوبت من القلب، هلت دموعه وخذ يبدي الشكاية لعمته. عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل، نحل عظامي ركوبي على الجمل وانا علي، الرجف كل ساعة يضربني ويزجر ناقته، يلوي رقبته ويدير عينه يذوب موجة الإسماء ولينا علي لي
يصيح ابويا حسين وينه يا ابويا يا ابويا يا ابويا ما دريت ايش صار بي ويلي يا ابويا ما دريت ايش صار بي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عاش الإمام زين العابدين سلام الله عليه بعد أبيه 34 سنة، يملي فيها الدروس العظام التي ينبغي أن يتأمل فيها كل مؤمن. حياة الأئمة دروس، وحياة الإمام زين العابدين تمثل فيها حضور القلب مع الله عز وجل في كل حركاته. الإنسان الواعي، الإنسان الذي ينظر إلى آخرته، الإنسان الذي تمثلت له الجنة والنار فأخذ يعمل لهذه ويحذر هذه، مثاله زين العابدين سلام الله عليه. هذا درس عالي المضامين ينبغي أن يقف عنده الإنسان. كيف حالنا في تصرفاتنا في منازلنا مع الضعفاء، مع الأقوياء، مع سائر الناس، مع من يعتدي علينا؟ كيف يتمثل حضور القلب عند الله عز وجل؟ شوف الدرس العالي المضامين. الإمام عليه السلام عمله حاله أبلغ من مقاله. قد يقول لك أصدق، قد يقول لك أد الأمانة، وقد ترى الأمانة ماثلة فيه، قد ترى الصدق ماثلا فيه. لسان حاله أبلغ من مقاله. هذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه. مرة يراه بعضهم وقد خرج في ليلة باردة. عادة الليالي الشتوية الإنسان ينكمش في بيته في منزله. يقول رأيت زين العابدين قد تزين بأفضل زينة سبقته ريحه الطيبة في الليل. قلت له يا ابن رسول الله، في هذه الساعة في هذا الليل إلى أين؟ أين تمضي؟ شوف الحضور القلبي. قال إلى مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أخطب الحور العين إلى الله عز وجل. شوف الجنة شلون مثلت
مثلت بين عينيه. احنا الآن تعاملاتنا، خروجنا في كل عمل استحضر نية القربة إلى الله عز وجل. وانت جاي للمسجد، وانت طالع لعملك، وأنت تذهب إلى مأتم، تذهب إلى جلسة تجلس مع أصحابك، انوي القربة إلى الله عز وجل. يقول له أنا ذاهب أخطب الحور العين إلى الله عز وجل. هل علمنا إذا قمنا نصلي بين يدي الله حفت بنا الحور، كما في الرواية تحف بنا الحور، فإذا فرغ العبد من الصلاة فإن سأل ربه الحور العين قلنا يا ربنا إن عبدك قد خطبنا إليك فزوجنا منه. يأمن على دعائك. وإذا لم يسأل الله عز وجل ذلك قلنا له لقد جهلتنا. الإمام سلام الله عليه ذاهب قد تمثلت الجنة بين يديه، يقول أنا رايح أخطب الحور العين إلى الله عز وجل. حاضر، قلب حاضر. الإمام درس حاضر يعيه من يعيه. مرة واحدة يقول رأيت زين العابدين قد وضع إحدى رجليه على الأخرى، بسط واحدة وجعل الثانية عليها من فوق. قلت له سيدي إن هذه الجلسة يبغضها أصحابنا ويقولون إنها جلسة الرب. الله ما يجلس الله مو جسم يجلس جلسات. الإمام يرد عليه بكلمتين، يقول له إني جلست هذه الجلسة للملالة، مليت، جلست هذه الجلسة للملالة، والرب تعالى عن الملالة لا تأخذه سنة ولا نوم. ايش قاعد تقول انت؟ جسمت الله عز وجل والله بعيد عن الجسمية. دول جهلاء بعيدين عن المعرفة، معرفة آل محمد، سادين الباب على أنفسهم، وبئر معطلة. هذا موجود إمامك، اسأله يجيبك. لكن وين؟ على أي حال، صلوا على محمد وآل محمد. كيف نحن في تعاملنا مع الضعاف من أهالينا؟ أكو واحد يدخل بيته، سيد ملك يأمر وينهى، لا يسكن إلى زوج ولا يرتاح إلى ولد. ما نفع هذه الحياة؟ إذا واحد يفتخر يقول أنا إذا دخلت بيتي القائم يجلس والجالس يقوم والمتكلم يصمت. انت وش قاعد انت؟ ايش الدخول هذا؟ على من داخل؟ لما تدخل الرعب في نفوس أهلك؟ هذه حياة خطأ. تعرف أن عذاب أهل القبور
من سوء الخلق مع الأهل، عذاب القبر من سوء الخلق مع الأهل. حسن خلقك مع أهلك. الإمام زين العابدين يضرب أروع الأمثلة. أضعف من الزوج، أضعف من الولد، تصور في من؟ العبد مملوك. زين العابدين سلام الله عليه سيد الدنيا والآخرة ينادي عبده قدامه قاعد، يا فلان، سكت عنه. قال له يا فلان، سكت عنه. ثم قال له يا فلان، أجابه. قال له سبحان الله، أما سمعتني؟ قال بلى. قال فلم لم تجبني من أول مرة؟ قال أمنتك. من أمن العقوبة أساء الأدب. يقول له أمنتك. تصور سيد يقول له عبده أمنتك، غير ضربة. شوف الحضور القلبي شلون عند الإمام مع الضعيف يتوجه إلى الله. الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني. هذه نعمة يعدها نعمة على نفسه. زين العابدين شلون حضور قلب هذا؟ درس عالي المضامين. كيف أنت مع الضعيف من الناس؟ تحضر قلبك، تعتدي، تظلم، لو تقف. شوف هذا يجرم عليه عبده ثم يسأل عن العلة، يقول له أمنتك؟ قال الحمد لله، خوش نعمة هذه، بشرتني، الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني. شيء عظيم هذا الدرس. شوف حضور القلب وين يصير؟ كل مكان، حتى في الأماكن التي يستثار فيها الإنسان. ترى الإمام عليه السلام ميزان وقف عليه الحسن المثنى ابن عمه ابن الإمام الحسن، فأسمعه سبا وشتما. الإمام ما بين أصحابه، الإمام أكبر منا، الإمام 23 سنة، ذاك عمره 21 سنة. الإمام سيد بني هاشم، هذا ابن عمه يوقف على رأسه يسبه ويشتمه ويروح وساكت. يلتفت إلى أصحابه يقول لهم قد سمعتم ما قال لي آنفا وأحب أن تسمعوا جوابي له. فقام وهو يقرأ قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مشوية وقف على منزله، صاح به، خرج متوثبا للشر ظانا أن الإمام جاء يعاقبه على سوء فعله. قال له يا هذا إنك وقفت علي آنفا وقلت ما قلت، فإن كان ما قلت في فأنا أستغفر الله منه، وإن لم تقل ما في فغفر الله لك. شلون امتص الغضب من ابن عمه، ما تمالك روحه، أهوى عليه يقبل جبينه ويده. عندنا حالة نمتص الغضب
من المؤمنين إذا واحد قابلنا بكلمة قاسية بشتم أسكت أغضي كأنه لا يعنيني، عندي ملكة الشكل. هذا درس. شوف الحضور القلبي، واحد يسبه يقول له إن كان أنت منصف، إن كان كلامك صحيح أنا أستغفر الله منه، وإن كان كلامك مو صحيح غفر الله لك. اثنين، لازم واحد من المخطئ لازم يربح مع الإمام، يعتدي على الإمام يقول له غفر الله لك. صلوا على محمد وآله. ولهذا تجد الإمام زين العابدين حتى ملوك عصره، عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان إنسان دخل عليه وهو خليفة، دخل عليه الإمام زين العابدين سلام الله عليه في جملة أناس، فلما رآه وقد أثر السجود في محاسنه قال له يا ابن رسول الله إني أرى عليك أثر الاجتهاد، الاجتهاد عليك بين، وأنت ابن رسول الله ولك الشرف ولك النسب والسبب الوكيد والقرابة والشفاعة قام يعدد ويطري على الإمام. شنو جواب الإمام عليه السلام؟ يقول له صحيح ما ذكرته كله صحيح، ولكنها نعم تحتاج إلى الشكر، وأنا لو اجتهدت جهدي على أن أؤدي شكر نعمة واحدة بل عشرها ما استطعت، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم حتى تتورم قدماه ويعصب فوه، يعني يبس حلقة من القراءة، من التلاوة، من الذكر، من الاستغفار، من التسبيح، يبس حلقة. ينزل عليه القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أفلا أكون عبدا شكورا؟ شيء عظيم. لا تستكثر عبادة. هذا يذكره يقول له أنت خوش رجال، هذا مو يا في سبيل عبد الملك بن مروان خليفة غاصب، لكنه لما رأى الإمام عليه السلام بهذه المثابة أطراه وأثنى عليه. هل كان ذلك يصرفه عن الله ويفخر يقول والله خوش جزاك الله خير؟ لا، يقول هذه اللي عدتها كلها نعم تحتاج للشكر، والله لولا ما وجب علي من الحق لأهلي وللناس معي لتوجهت بنفسي إلى الله وأقبلت بقلبي عليه، فلا أرده حتى يحكم الله ما يريد وهو خير الحاكمين. شوفوا التوجه. يقول لو ما أنا واجب علي أقعد ويا الناس أعلمهم أفقههم أأدبهم أهلي حقوقهم الواجبة علي، لولا هذا لأقبلت بوجهي بقلبي على الله عز وجل
فلم أرده حتى يحكم الله ويقضي الله ما يريد وهو خير الحاكمين. يقول كم ما أعيش وياكم، أصلا ما أعيش وياكم. الإمام قوله صدق، حضور قلب، حضور قلب عند الإمام عليه السلام. صلوا على محمد وآله. إن شاء الله المآتم مستمرة، وتبدأ العشرة الثالثة من ليلة غد في منزل الأخ السيد سعيد الصناع مقابل حسينية الإمام الرضا تقريبا. القراءة الساعة 6:30 لمدة 10 ليالي من ليلة غد إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. صلوا على محمد وآل محمد. والآن لو وجب الدنيا نظر إليها نظر عرف قيمتها، ربح من تاجر مع الله عز وجل. هذا الربح، كل شيء غير متاجرة مع الله خسارة. الإمام يقول لي أنا لو ما الله أوجب علي أقعد وياكم، لو ما الله أوجب علي أربي أهلي، لو ما الله أوجب علي أعلم الناس، لألقيت بقلبي إليه حتى يقضي الله ما يريد. خلاص ما أعيش وياكم. زين العابدين سلام الله عليه الذي خبز الدنيا والذي جارت عليه الدنيا 34 سنة ما رأى يوما أبيض. 34 سنة في الآه، يصبح ويمسي يصبح على صرخات النساء والأطفال، ويمسي على صرخات النساء والأطفال. أكو بعض الأحوال عظيمة يا مؤمن، عظيمة داخل منزل الإمام زين العابدين. ما طلع لنا كل شيء. أكو رواية لعلها عن الإمام الباقر عليه السلام، واحد يسائله يقول له ليش ما تخبر شيعتك بكل ما جرى في طف كربلاء؟ يقول أخاف على الشيعة يموتوا، ما يتحملوا أقول لهم وجرى في كربلاء. السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره. واحد سألني هذا السؤال قبل كم ليلة، يقول لي وما معنى السلام على من غسله دمه؟ قلت له ما تدري. الإنسان متى يغسل ثيابه من دمه؟ متى؟ الإمام عليه السلام ما في بقعة من بدنه إلا وفيها جرح ينزف دمه، كل جسد يدمج. أقول لك حاجة وهي أن بدن الإمام لا يزيد، بدن الإنسان لا يزيد على 7 ألتار من الدم، هذا اللي يحوي. ومتى تغسل الثياب بالدماء؟ الثياب كلها غرقها بالدم، يعني ما في جوف الإمام ولا نقطة دم. وإمامه وسيده ومظلومه. أسفي عليك أبا عبد الله. أيها المؤمن، داخل بيت الإمام فرن مشتعل من الأحزان. أكو واحد دخل على الإمام
قال له يا ابن رسول الله. قال له نعم. قال له لم تعذبون النساء بالشمس؟ قال له وين؟ قال له هذه المرأة أمه إماءكم تخلوها في الشمس ليش؟ قال له لا تقول أمه. قال له من هذه التي جلست في الشمس وهي تبكي وتصيح؟ قال له لا تقل ذلك، هذه زوج الحسين، هذه الرباب تنادي وحسين. وحسينا وسيدا ومظلوما. بيت الإمام يغلي كالمرجل بالأحزان. هذه الرباب بعد ما شاهدت الحسين مرمي على الأرض تصروا حرارة الشمس، رجعت إلى المدينة قالت ائتوني بالبناء. جابوا لها البناء. ماذا تريدين؟ قالت أزل هذا السقف. أزال السقف. ليش؟ قال بعد ريحانة رسول الله. وإماما بعد ريحانة رسول الله هيهات أن يظلني سقف بيت. وظلت في الشمس إلى أن ماتت حزنا وكمدا على الحسين. أي دمعة ترقى أي دمعة ترقى من زين العابدين سلام الله عليه، يخرج إلى السوق، يخرج من هذه الأحزان في داخل منزله حتى يهدئ من روعه. يمر بالسوق، سوق الجزارين، اكو واحد ممسك بشاة ينادي ولد يا بني هل سقيت الشاة ماء؟ وقف زين العابدين وقد سالت دموعه على خده. قال له أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الشاة حتى تسقوها الماء. قال نعم يا ابن رسول الله. قال لقد قتل أبو عبد الله عطشانا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. أيام كمد، أيام حزن طالت. دخل عليه أبو حمزة الثمالي يقول له يا ابن رسول الله نحن نعلم الأحزان لا تفارقكم ليلا ولا نهارا، لكن هذه العادة صيرت منكم صبورين. انت اشوف حزنك طال يا ابن رسول الله، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال له صحيح يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، لكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن خفرة من بنات رسول الله ركبت على الهوادي؟ دخلت المجالس قلبي يا ابو حمزة تراه تفطر
مثل المصيبة اللي دهتني ما حد صار، ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهروا، والليل كله من العبادة ما يفتروا. 7 و10 فارقيتهم كلهم غصوا، وفرد ساعة وسدوهم حر التراب. لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح، لو شفت الأكبر ما لميتني بكثرة النوم، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاب. قال لي يا شبل المصطفى ورب السيادة، صار القتل لكم يا أهل هالبيت عادة، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا ابن الأطياب. قال لي يا ابو حمزة حشايا بنار ملهوب، لا زاد يهنى لي ولا تهنى بمشروب، تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب، نغص علي زادي ولذيذ العيش ما طاب. الإمام منكس راسه ودموعه تحل في حجره، تتقاطر الدموع، وأبو حمزة يسليه يقول له اهدى يا ابن رسول الله، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، ارفع راسك. أبو قتل لرفع راية الإسلام، قال لما نكست راسي لجيل ذبح الصنادي، ما قصروا بالغاضر يا زلزل، نكس الراس دخول زينب مجلس. عيدها نكس الراس دخول زينب مجلس، حسرة ومن لاح اليتام راس شاب، وإمامه وسيده ومظلومه. ظل على هذه الحالة لا ترقى له عبرا ولا تهدأ له زفرا، إلى أن كان في مثل هذه الليلة سرى السم في بدنه وتغير لونه وحان حينه. نص على ولده الإمام الباقر، أوصاه بوصايا عهد إليه بعهوده، ثم إن الإمام توجه للقبلة فمد يديه ورجله وغمض عينيه ورشح جبينه وسكن أنينه وفاضت نفسه. فقضى عليه المجد حزنا إذ قضى والدين ناح. اللهم صل على محمد
وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر بهم ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف بهم مرضانا واقض حوائجنا وفك أسرانا وثبتنا على ولاية محمد وآل بيته والبراءة من أعدائهم، وارزقنا اللهم شفاعته وتوفنا على ملتهم واختم لنا بخير. المسببين اللهم تقبل عملهم، آجرهم في مصابهم، ارحم موتاهم وموتى المستمعين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.